السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعرفك ازاي تحولي الرز المصري بتاعنا لدقيق وتعملي منه احلى بودرة سحلب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هيكون متوفر عندك في البيت وقت ما تحتاجيه. مش بياخد منك وقت بدل ما تشتري كمية بالغالي وهو سعره اساسا اغلى من الدقيق العادي. اعمليه وقت ما تحتاجيه، وقت ما تكوني عايزة تعملي بودرة سحلب. وطبعا البودرة اللي هتعمليها بتاعة السحلب هتبقى احلى بكتير من اللي هتشتريها جاهزة. اساسا ما تكونيش عارفة هم حاطين فيها ايه بره، وطعمها احلى بمراحل. يلا بينا نبدأ الوصفة على طول. بس قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. معايا هنا نص كوباية من الرز المصري، مغسول كويس وهنقعه لمدة ليلة كاملة. أو ممكن تنقعيه مش أقل من 3 ساعات. بس أنا هنا نقعته ليلة كاملة من بالليل للصبح. أنا عاملة هنا كمية صغيرة من الرز، بس لو انتي عايزة تكتري براحتك. هنا بعد ما قعد ليلة كاملة منقوع، بعد كده خدته صفيته زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هاجيب صينية عليها ورقة وهابدأ أفرده عليها. أي ورقة عندِك بقى، ورقة كراسة، ورقة رسم، على فكرة برضه ممكن من غير ورقة، بس أنا باحط ورقة عشان تسرّع عملية النشفان، لإن الورقة هتمتص المَيّة بسرعة، زي ما أنتِ شايفة كده. وهافرده كويس جدًا عشان ينشف بسرعة معايا. ركّزي معايا بقى في تركاية في النشفان، هي اللي تخلّي الرز يتطحن معاكِ وتخلّيه دقيق. من غير التركاية دي هيخرّز معاكِ. التركاية إيه بقى، المفروض إن أنا ما باخلّيش الرز ينشف خالص، يعني ما يرجعش زي ما كان الأول من غير أي مَيّة، لأ. أنا عايزاه نُص، نُص، يعني إيه، يعني يكون ناشف من برّه بس من جوّه لسه جوّاه المَيّة. يعني أنا بامسكه من إيدي كده ما فيش أي آثار للمَيّة، لكن هو لسه محتفظ برطوبته من جوّاه. أنا سِبته حوالي ساعتين وكان وصل للي أنا عاوزاه. هابدأ إيه بقى، أجيب المطحنة بتاعة الخلاط عادي. أبدأ أحط شوية بشوية من الرز وأطحن. المطحنة دي بتبقى مطحنة التوابل. المطحنة دي هتخلّيه يبقى معاكِ دقيق، وطبعًا التركاية دي هي اللي هتخلّيه يتحول لدقيق في ثانية، زي ما أنتِ هتشوفي دلوقتي كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. خلّي بالِك إن لو الرز نشف منِّك جامد هيخرّز معاكِ، مش هيتطحن ويبقى دقيق. طبعًا أنا هنا باطحنه وأبدأ أبُص كل شوية اتحول لدقيق والّا لأ. زي ما أنتم شايفين كده أنا كل شوية بابُص عليه وأشوفه. أنا هنا حسيته لأ لسه عايز يتضرب تاني، فهارجع أضربه زي ما أنتم شايفين كده لحد ما يتحول لدقيق خالص. وهاوريكم القوام بعد كده. أنا باطحنه لحد ما أوصل زي ما أنا عاوزاه. زي ما أنتِ شايفة كده أنا هنا مثلًا باحط إيدي ما بالاقيش الحبيبات زي ما هتكون باينة في الأول. وهابدأ إيه بقى أتأكد إزاي إنه اتطحن كويس. هاجيب مصفى الدقيق العادية بتاعتنا وهابدأ أنخله عشان أشوف اتطحن منه قد إيه، عشان لو في لسه حبيبات ما اتطحنتش هارجع أطحنها مع الكمية اللي بعد كده. خلّي بالِك إن الدقيق لسه رطب، يعني لسه محتفظ بمَيّته، فعشان كده أنا بانخله بالمعلقة عشان أسرّع الموضوع. زي ما أنتِ شايفة كده كان اتبقى شوية من الحبيبات، حاجة بسيطة جدًا. هارجع أطحنهم مع الكمية الباقية. زي ما أنتِ شايفة كده أنا رجعت طحنتهم مع الكمية الباقية، أنا عملتهم على مرتين. لسه الدقيق حتى لمّا أنا طحنته حاسة بالمَيّة جواه. بس كده خلاص، أنا كده خلّصت الكمية كلّها. وما اتبقاش حاجة ما شاء الله، يعني في المصفى زي ما أنتِ شايفة كده ما فيش حبيبات لا تُذكر يعني. بس كده أنا كده وصلت لدقيق الرز، بس لسه في خطوة كمان، الخطوة النهائية. الخطوة النهائية دي عبارة عن إيه، أنا طبعًا طحنت الرز وهو لسه مبلول، فهارجع أسيبه ينشف تاني شوية. تمام، يعني زي ما أنتِ شايفة كده رجعت فردته على الصينية وهاسيبه لحد ما ينشف. أنا سِبته حوالي 5 أو 6 ساعات لحد ما نشف خالص. أو تسيبيه لتاني يوم الصبح عشان تتأكدي إن الرطوبة طلعت منه خالص. زي ما أنتِ شايفة كده أصبح دقيق ناعم زيه زي الدقيق العادي، مش متكتل، ناشف خالص. ناعم، بقى عبارة عن بودرة. تقدري تستخدميه دلوقتي وتعملي بودرة السحلب زي ما أنتِ عايزة. تعالي بقى نكوّن بودرة السحلب وأقول لِك إزاي تعملي أحلى بودرة سحلب، أحلى من برّه بمراحل. أنا هنا باوريكِ إن نُص كوباية من الرز عملت معايا كوباية إلا ربع من الدقيق. أول حاجة بقى طبعًا هنحطها هو دقيق الرز. هاحط الكوباية إلا ربع، هاستخدم على طول الشوية اللي أنا عملناهم. هاضيف عليه نُص كوباية من النشا. وبعد كده هاضيف نُص كوباية من السكر بودر. طبعًا السكر نسبي، ممكن تزوّدي عن كده، بس ممكن أنا عشان السكر أذواق ممكن حد يزوّد بعد ما يعمل. ومعايا نُص كوباية من اللبن البودر. ومعايا 3 معالق كبار من جوز الهند المطحون ناعم، زي ما أنتِ شايفة كده زي ما وريته لِك مطحون ناعم خالص. معايا معلقتين كبار من السمسم المتحمص. ومعايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه. الخطوة دي اختيارية، بس هي بصراحة بتدّي قوام كريمي وطعم حلو جدًا للسحلب. وطبعًا معايا حطيت هنا 3 أكياس فانيليا باودر. لو عندِك سايب حطي فانيليا باودر سايب عادي.
بتدّي نكهة حلوة برضه بودرة السحلب. وهابدأ أقلّب كل المكونات اللي أنا حطيتها مع بعض كويس جدًا لحد ما يختلطوا مع بعض ويكوّنوا لي بودرة السحلب زي ما أنتِ شايفة كده، وطبعًا بقى بتقدري تحتفظي بيه زي ما أنتِ عاوزة، وطبعًا تكرّري الخطوات كل ما تحبي تعملي. صدقيني طعمها خرافة، أحلى بكتير من اللي هتشتريه برّه. طبعًا هنجيب البرطمان بتاعنا بقى ونبدأ نعبّي فيه بودرة السحلب، وهاوريكِ كمان عمل معايا قد إيه، كام جرام الكميات اللي إحنا حطيناها. أنا هنا باوريكِ هو عمل معايا قد إيه، هو عمل معايا بالضبط 395 جرام. وبعد كده خلاص بقى أنتِ كده أصبح عندِك بودرة السحلب تستخدميها وقت ما أنتِ عاوزة، وبالهنا والشفا على قلوبكم.